بهدف قاتل أيوب الكعبي يدخل التاريخ من أوسع الأبواب رفقة أولمبياكوس. قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عقب الفوز في النهائي أمام فيورنتينا الإيطالي بهدف ل0 بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين إثر نهاية المواجهة بالتعادل 0 لمثله. هذا وسجل أيوب الكعبي هدف النصر في الدقيقة 115 من ضربة رأسية، علما أن ملعب آيا صوفيا عاش لحظات ترقب قبل تأكيد غرفة الفار شرعية الهدف. هذا وأصبح أيوب الكعبي أول مغربي يسجل في نهائي مسابقة أوروبية، علما أنه هداف البطولة برصيد 11 هدفا، كما يتوفر على 5 أهداف في الدوري الأوروبي. وغادر الكعبي أرضية الملعب مستبدلا بمواطنه الدولي السابق يوسف العربي في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد أن قدم مجهودا كبيرا وقاد فريقه للقب الأوروبي طال انتظاره.